كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير. وقبل اي حاجة يا ريت تدعموني وتعملوا لي لايك وشير كتير عشان الفيديوهات فعلا ما بتنتشرش وما بتوصلش لعدد كبير من الناس. فقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا ريت كل اللي يدخل الفيديو يشجعني بلايك وتوصلوني ل 100 لايك النهارده. وبما ان اسعار الحلويات زادت جدا واسعارها يعني حاجة خزعبلية، فاحنا ب 400 جرام من الكنافة عملنا كل العظمة اللي انتوا شايفينها دي. نشوف الطريقة. هنحتاج 400 جرام من الكنافة. يفضل ان احنا نكون حاطينها في الفريزر عشان تتكسر معانا بسهولة. هنقعد بقى نكسر فيها كده. ممكن نستخدم الكب عادي خالص. هنجيب كوباية من السمنة السايحة، نحطها عليها. هنحط كمان معلقتين من سكر البودر عشان يخليها ناشفة، بتتحمر معانا بسهولة. هنرفعها على النار بعد ما نقلب فيها بقى كده واتأكد ان الكنافة دخل فيها السمنة والسكر، وهنقلب فيها على نار هادية لحد ما تطلع معانا جولدن زي ما انتم شايفين كده. هنركنها بقى ونبدأ نحضر الكريمة بتاعتنا. هحتاج كيسين كريم شانتيه. هنا انا ضربته بكوباية من عصير المانجا، بس بعد ما ضربته حسيته تقل شوية فزودت مية، ما زودتش عصير مانجا بقى عشان ما يبقاش مسكر قوي. كده جهزت معايا وهنركنها برضو. هنبدأ نجهز المانجا بتاعتنا. ايوه كده بالظبط. وبعدين هنبدأ نركنها، واجيب بقى كيس من الجيلي بالمانجا، وهستخدم هنا نص كوباية من الماء السخنة هقلبه، وهزود عليه نص كوباية برضو من عصير المانجا، وهركنه على جنب. انا هنا استخدمت مية قليلة علشان يبقى تقيل معايا. هجيب بقى كنافة واحط لها معلقتين من السيرم اللي احنا عملناه، وهبدأ نوزع بقى الطبقات بتاعتنا. جبت البولة وحطيت كنافة طبعا في اول طبقة، وبعدين هنحط الكريمة وهنوزعها بالتساوي زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هحط لها قطع من المانجا فوق الكريمة، وبعدين هحط الطبقة التانية من الكنافة. هنوزعها برضو، هحط الطبقة الأخيرة من الكريمة وهبدأ ان انا اسويها بالراحة خالص، وهحط الطبقة الأخيرة من المانجا على الوش بقى خالص، وبعدين هنصب عليهم الجيلي اللي احنا عملناه. طبعا لقيت متبقي معايا مانجا كتير فعملت 4 كاسات زي ما انتم شايفين كده. عملنا 4 كاسات منها. شفتوا بقى يعني كمية قليلة قوي من الكنافة عملنا كل اللي انتم شايفينه ده. وحطينا برضو نفس الطبقات وحطينا المانجا عليها من فوق وسقيتها بالجيلي اللي احنا عملناه. وبالهنا والشفا، متنسوش تعملوا لايك